على أهل اليمن. يقول البردوني عن اليمن وعن قومه يخاطب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: نحن اليمانون يا طه تطير بنا إلى رواحل العلا أرواح أنصاري، إذا تذكرت عمارا وسيرته فافخر بنا إننا أحفاد عماري. أنصار الملة وحماة الدين وسيوف الإسلام، الإيمان يماني كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان يماني والحكمة يمانية. وقال صلى الله عليه وسلم: هم أرق الناس قلوبا وألين الناس أفئدة. الإيماني اليمني المباشر، اليمني الواضح الشجاع، الرجل اليمني التلقائي البسيط الصادق مثل الصحراء، الشجاع مثل قوي الهمم مثل الجبال. أنا زرت اليمن مرتين وأسرني حب اليمن وشعر اليمن وأدب اليمن وثقافة اليمن. أنا من المتوسط وأنا أحفظ لشعرائهم ولأخبارهم. نحن منطقتنا تشابه مناطقهم في الجبال وفي الأشجار وفي التلال وفي الأنهر والغدران، ولهذا وجدت في اليمن التلقائية، وجدت الجبال شجر البن، ووجدت الرياحين، ووجدت الأشجار الطبيعية. ولكن أجمل من هذا الروح اليمنية، حتى يقول أحد الكتاب المعاصرين أن اليمني صادق، واليمني معتز بأصالته وإسلامه وعروبته. ثم أنه مر بهم في التاريخ غزوات، ومر بهم مواجهات مع المستعمرين فدكوا المستعمرين. الأحابيش احتلوا اليمن، وخرج اليمن في يوم مسلح مع سيف بن ذي يزن الملك، فقتلوا الأحابيش قتلا لا يسمع بمثله في التاريخ. وجلس في قصر غمدان سيف بن ذي يزن حتى يقول له: اجتمع قبائل العرب في الجزيرة ومثلوا أو جمعوا وفدا من 10 أشخاص. تدرون من رئيس الوفد قبل ما يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رئيس الوفد عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم. وذهب شاعرهم أمية بن أبي الصلت شاعر ثقيف وسلم على ملك السيف بن ذي يزن في غمدان وقال: اجلس برفق عليك التاج مرتفقا في قصر غمدان، حالا منك محلالا تلك المكارم ولا كعبان من لبن شيبة بماء فعاد بعد أبوالا. جرب احتلال اليمن ما استطاعوا. جاء الإنجليز فاحتلوا الجنوب وأرادوا الشمال، واعترضهم اليمنيون وسفكوا دماء الإنجليز وردوهم وكسروا شوكتهم ودمروهم. حتى يقول يحيى الإرياني وهو يستنهض الشماليين في قتال الإنجليز، يقول: ما خضعنا للترك بل يخاطب بريطانيا في قصيدة قوية طويلة مزلزلة. يقولون في التاريخ أنه ألقاها في يوم الجمعة، وأنه كان يقوم الجيش في أثناء الخطبة ويقوم الناس واقفين من حماس القصيدة وهو لابس الأكفان، وبعدها يخرجون إلى الجبهة وإلى الجبال بسلاحهم. يقول: يا بريطانيا رويدا رويدا إن بطش الإله